إبليس قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني راح أخذ جزء من عبادك. طيب كيف الآلية؟ كيف التكتيك عندك؟ قال لا أضلنهم. شوف أول مرحلة الإضلال، يعني إيش؟ أنت ماشي على الصراط المستقيم يضلك. طيب بعد ما تضلهم أنا وين أروح؟ لازم في بديل. هنا تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الأماني. ولا أمنينهم. بيخلق لك أماني بديلة عن الهدف الذي كان لديك في البداية. أنت الهدف سابقا كان عندك مرضات الله عز وجل، مرجعيتك. شلت المرجعية، وين أروح؟ لا أنا أعطيك أماني بديلة. طلع هنا مثلا في السياق الغربي القيم الكبرى هذه، الحرية، العدالة، التنوير، العلم، العقل، هذه كلها أوهام. صح في علم، صح في عقل، صح في كذا، لكن هذه ليست بديلا عن الدين. فأنك تقولي والله عصر العلم، عصر العقلانية، هذه ما تؤكل عيش. وإلا لو كانت تؤكل عيش ما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، أنكم تلاحقون الأطفال لتغيير جنسهم. تمام؟ إذن خلق له أماني، أظل أول شيء، بعدين عطى أماني على أساس يتسلى فيها ويروج نفسه ويضحك على نفسه بهذه الأماني. بعدين تغير الخطاب، قال ولا آمرنهم. وصلنا مرحلة الأمر من الأعلى إلى الأسفل. ما في أحد يأمرك وهو مساو لك. والقرآن في أكثر من مرة يقول يأمركم بالفحشاء والمنكر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر. شوف خطوات، الخطوة الأولى الإضلال، الخطوة الثانية التمني، يخلق لك أماني، الخطوة الثالثة أنك تكون إيش؟ بعدين يغير القرآن اللفظ هنا، ما يقول يوسوس ولا ينزغ، لا، استحوذ عليهم الشيطان، صار تحت سيطرته، تحت مملكته، خلاص سيطر عليك، صرت أنت متبع له. ولذلك الآن القرآن يستخدم عبودية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. ما في أحد يركع ويسجد للشيطان، لكن الانصياع التام، الخضوع التام لأوامر الشيطان هي عبودية له. وهذا تحديدا ما وصل إليه الغرب، تركوا المرجعية العالية المتعالية الدين، ثم هم انحرفوا من أول على سالفة تحريف الأديان، ثم بعد ذلك خلقوا الأماني، القيم الكبرى والعقلانية وما أدري ايش إلى آخره، ثم وصلوا الآن إلى مرحلة العبودية التامة. ولذلك ما في أحد يستطيع أن يفسر لماذا يلاحقون الأطفال لتغيير جنسهم. صح ولا؟ صح. لماذا الآن الإنسان يتحول إلى كلب، يتحول إلى حيوان؟ ما الحكمة من هذا الأمر يعني؟ هنا ما تقدر تفسرها إلا وفقا لنموذج الشيطان اللي ذكره القرآن. قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا تحديدا ما يحصل اليوم في الغرب. ما هو تغيير خلق الله؟ في آية أخرى توضح هذا الأمر. الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من الذي حدد أنك ذكر وأنثى؟ الله عز وجل هو الذي خلقنا بهذه الطريقة. الغرب اليوم يريد أن يغير خلق الله، يريد أن يجعل الذكر أنثى والأنثى ذكر. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الآية لم تتحقق إلا في عصرنا الحالي. 1400 سنة لم تتحقق. والله عز وجل قال سنريهم